والإنجاز لا ينسى. تمر السنوات، العام تلو الآخر، والتفوق الذي يصل إلى حد الإعجاز لا يمكن أن ننساه. احنا النهاردة معانا من خلال شاشة القناة الثالثة بطل استطاع أن يواجه الأمواج العاتية، استطاع أن يتحدى الطبيعة، استطاع أن يحفر اسمه بحروف من نور ليس فقط في تاريخ الرياضة المصرية ولكن في تاريخ الرياضة العالمية. بطلنا النهاردة تم اختياره كأفضل شخصية رياضية خلال القرن العشرين وكأفضل سباح على مستوى تاريخ السباحة بصفة عامة. النهاردة احنا معانا سباحنا الدولي العالمي الكابتن عبد اللطيف أبو هيف. أهلا بحضرتك معانا على شاشة القناة الثالثة من خلال الفقرة الرياضية يا كابتن. واحنا مع حضرتك وحضرتك بتألف في أوراق وذكريات، وهذا الإنجاز اللي اتحقق على مدار رحلة استمرت حوالي 30 سنة مع سباحة المسافات الطويلة، وتم تتويج هذه الرحلة باختيار حضرتك كأفضل شخصية رياضية في أمريكا على مستوى العالم خلال القرن العشرين. لو نرجع لورا شوية ونتكلم عن البداية نقول إيه؟ أهلا يا أشرف، وأنا سعيد بهذا اللقاء. وطبعا هي معلش تسمح لي إن أنا أهنيك وأهني التلفزيون بالانتصار العظيم بتاع القمر. ده انتصارات كبيرة، هي انتصاراتنا مش رياضية بس، ده هيبرز كمان، يعني القمر الصناعي ده هيبرز كل المجالات الرياضية وكل المجهود الكبير الرياضي اللي بيتبذل في الحقل الرياضي وغير الحقل الرياضي. وبنهني الوزير بسم الله ما شاء الله، الواحد مش عايز يحسده، صفوت الشريف، على كل المجهود العظيم اللي هو بيعمله. والواحد لما يفضل يهنيه كده مش هيلاقي حاجات كتير قوي ممكن يهنيه عليها، بس احنا بنختصر ونقول له مبروك وربنا يديك الصحة وإلى الأمام. فاحنا بالمناسبة بنهني الرئيس بعيد ميلاده، وعيد ميلاد الرئيس الحقيقة بيعتبر بالنسبة لنا كلنا عيد كبير، مش من فراغ، لأن احنا حاسين باللي بيحصل لنا، أو حاسين باللي حصل لنا، أو حاسين احنا كنا فين. وهو نفس الرئيس يعني فتح لنا السكة وادانا المجال، وكان صاحب السبق ان احنا نذكر تاريخ مصر. يعني ما كنا بنضلم على التاريخ، لا هو نوره، لان المثل اللي بيقول لك ما فات قديم وتاه، لا احنا الراجل ما نساش حد. ده المترو الانفاق عامل محمد نجيب، السادات، مصطفى النحاس. لا يعني الحقيقة الناس القدام ما تنسوش اللي أسهموا، عبد الناصر ناس أسهموا. من خلال هذا الفكر اللي حضرتك استهليت بيه الكلام، حضرتك لا يمكن أن تنسى أيضا في تاريخ السباحة الطويلة على مستوى العالم. ونبتدي من هنا، بداية حضرتك مع السباحة الطويلة ورحلة عطاء استمرت حوالي 30 سنة، أبرز المواقف أو أبرز المحطات اللي نقف فيها إيه؟ أنا مسافر بكرة إن شاء الله، على أساس إن بيحتفلوا بيا ك the greatest أو أعظم سباح مسافات طويلة في إيه يا أشرف؟ في العالم وفي تاريخ السباحة. لا يا حبيبي، مش في العالم، في فرق بين العالم والتاريخ. in history، مالوش in the world. في تاريخ سباحة المسافات الطويلة أعظم سباح في تاريخ المسافات الطويلة. ليه؟ مش من فراغ برضه. أنا قعدت 25 سنة من الثلاثة الأوائل في العالم. نمرة واحد، تمام؟ نمرة اتنين، أنا قعدت 10 سنين أتبرع بجوائزي. يعني رحنا في سبق من سباقات، بقول لهم انتوا جايبين فلوس منين؟ قال لي بحياة الله في لبنان. بحياة الله ما على مصار ندفع ثمن الأوتيل. كسبت، سبت لهم جايزتي. حضرنا سبق في فرنسا كانوا بيلموا تبرعات لبطل من ابطال العالم، سبت لهم جايزتي. واحد بيعمل ماتش انجليزي مات وعنده 7 اولاد، سبت له جايزتي. تصور يا اشرف واحد زي محمد علي كلاي ولا تايسون ولا يجي مثلا يكسب عندك هنا في مصر ويسيب جايزته للاطفال او المعوقين، بتبقى حاجه كبيره. مش لتايسون، احتمال الناس ما تعرفش تايسون ولا امريكا البلد بتاعته. فانا لما يتكلموا عليه يقول لك عبد اللطيف ابو هيف اوف ايجيبت، المصري. يعني احنا بنتكلم يعني احنا سفراء لبلدنا. عارف بيليه ان هذا وزير شباب، مش من فراغ برضه، لان بيليه يعني عالمي ودولي ويستاهل يكون
اكتر من كده. كابتن عبد اللطيف، يمكن كان في بطولات كتيرة جدا لو نقف معاها النهارده ونتكلم عليها. رحلة طويلة، ايه البطولة او ايه السبق اللي ما زال لحد دلوقتي الكابتن عبد اللطيف بيفتكره؟ لا ده سبق خطير، وكويس انت قلت الكلام ده. واللي هم قالوا بعد كده ان عبد اللطيف اعظم سباح في التاريخ. أيوة. اسمع بقى. أيوة. بس خليك معايا يعني. أيوة. وارجو ان حضرتك ارجو المشاهدين يخليهم معايا. كان في سبق تتابع، عارف تتابع يعني ايه يا اشرف؟ أيوة. تتابع يعني احنا اتنين فرقتين، كل فرقه مكونه من اتنين. الواد اللي معايا كان بطل عالم برضه، بس طلياني، كان جوليو ترافاليو. أيوة. بطل عالم طلياني. أيوة. ما كان ساعه قوي. أيوة. التتابع يعني ايه؟ احنا اتنين كل ساعه بينزل واحد. انت عارف الجري التتابع اللي بيسلموا العصيان لبعض. ايوه. العاب قوه. العاب قوه. تصور انت الفرقه بتسلم عصيان وواحد لوحده بيجري ومحدش قادر يسبقه. أيوة. فالواد اللي معايا لما طلع من الميه وانا قعدت اعوم 28 ساعه لوحدي يا اشرف. 28 ساعه كابتن. 28 ساعه لوحدي في الميه ساعه. الصحفيين لما طلعوا وراحوا وناموا وفلروا واكلوا ولبسوا وجم ولقوني انا لسه وقدام وماشي لوحدي، ما صدقوش. كنت انا دلوقتي مش مصدق يعني نكسب السبق ده. المهم جه الواد بقى بعد 28 ساعه، هم 30 ساعه، كان فاضل ساعتين. أيوة. بس انا احتفظت بالمركز الاول، ما حدش طلع مني. أيوة. فجه بقى هو طبعا جاهز وبتاع، فعمل شويه زياده فكسبنا. الموقف طبعا السبق ده عمره ما يتنسي، وانا لغايه النهارده مش متصور ازاي تم ولكن اقول لك انا كنت بتمرن 7 ساعات في اليوم يا اشرف. لو كل رياضي في مصر بيتمرن 7 ساعات في اليوم انا اؤكد لك انه يكتسح الدنيا. كابتن عبد اللطيف، لو ننهي هذا الحديث بمردود هذا التكريم على نفس الكابتن ابو هيف اللي اختياره افضل سباح في تاريخ السباحه بصفه عامه. والله يا اشرف انا ما اقولش اكتر من اني انا يعني كنت بتمرن 7 ساعات. انا كنت ضابط، انا باخد معاش عميد قوات مسلحه. الدوله ما بخلتش عليا ابدا، بالعكس ودتني اكبر كليه عسكريه في العالم. حسن عبد الحليم الله يرحمه اخذ عماره هنا، ومرعي حماد اخذ عماره هنا، يعني ما حدش. والدكتور عماره مش متاخر، الدكتور الجنزوري الراجل اللي بيلقي خطاب الحكومه ارتجالي اللي حاسس بيه ده كلنا. تصور انا عمري بشوف رئيس دولة رئيس وزراء بيلقي خطاب الحكومة من مرتجل كده، حافظ كل حاجة كل حدث يعني بسم الله ما شاء الله. احنا من هذا اللقاء برضو بنهنيه، ومحدش بخلان. هو من ساعة مسك برضو مش بخلان على الرياضة بأي حاجة. فما فيش عذر يعني، الناس واخدة حقها تدينا زي ما هم بياخد، زي ما تاخد ادي بقى وادينا حقنا. كابتن ابو هيف، بعد الرحلة ديت مع السباحة الطويلة ومواجهة الامواج العاتية، حاسس ان فعلا في عائد وسعيد؟ الحمد لله. يعني انا مراتي منار فارسة وبتاعت اوبرا، وطبعا انا حاولتها من اوبرا لبلدي شوية برضو، يعني التقينا. ناصر ابني بطل سباق عربيات، بس كلاوي يعني عنده شوية مشاكل في كلاوي، ربنا يديله الصحة. وانا عندي كبد وعندي شوية حاجات تانية برضو، ربنا يديني الصحة. ربنا يديك الصحة يا رب. وبس مش اكتر من كده. غير كده الواحد طالما ربنا راضي عنك والناس راضيه عنك وبتعمل اللي عليك. انا مش بشتغلش لوحدي، المصلحه ما تعملش لوحدك يعني، ليك يعني حب لاخيك ما تحب لنفسك. عشتي يا مصر وعاش ولادك يبنوا في مجد يزيد امجادك. عشتي يا مصر وعاش ولادك يبنوا في مجد يزيد امجادك، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر ويهنوكي. مشاهدينا